يا صباح الفل عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده كده بقى ايه، قلت انزل كده اجيب بقى اكل العيد. هنروح كده السوق كده بقى اوريكم كده الاجواء بتاعه السوق بقى بتاعتنا كده. وهنزل اشوف بقى ايه انا ناقصني ايه كده، ايه في قلب البيت يعني. انا كاتباه في ورقه عشان ما بص يعني، ما احسن بصي انت لما تنزلي عينك هتروح هنا وتروح هنا، فانت هتيجي تبص هتلاقي جبت حاجات اصلا ملهاش لازمه عندك، او هي اصلا تكون موجوده عندك ومش هتستخدميها في حاجه. فافضل حاجه تكتبي اللي انت عايزاه في ورقه وتنزلي تشوفي انت عايزه ايه. انا طبعا بقى دخلت كده المطبخ وعملت جرد كده للحاجات اللي انا عندي والحاجات اللي هي ناقصاني ايه. كذلك برضو في التلاجة انا عارفه انا هنزل مثلا تكتبي مثلا انت هتعوزي اكل ايه الكام يوم بتوع العيد مثلا بتاعك، فانت بقى تكتبي مثلا الاكله واحتياجها ايه. فاحنا الاول كده نتوكل كده على الله، ويلا بينا بقى ننزل كده نشوف السوق كده والاسعار ايه. هحاول اجيب لكم الاسعار على قد ما اقدر يعني. انا هنا كده خدت مواصله، ركبت توك توك كده عشان اروح السوق، لان السوق مش جنب مني على طول يعني، فباخد له مواصله كده بسيطه يعني عشان خاطر اوصل يعني للسوق. لكن انا في بائعين متجولين يعني جنب مني ايه محلات يعني. بس الافضل زي ما قلت لكم قبل كده، اللي عايزه تنزل تجيب حاجتها حلوه وتعرف توفر تنزل السوق. بصوا هنا السوق بصراحه الاجواء حلوه قوي و... وصلاه العيد حلوه قوي قوي، مشغلين يعني بصوا يعني انا بحب اسمع الحاجات دي. تعالوا كده بقى نشوف هنا كده الاسعار هنا ايه. هنا القطه كده ب8 جنيه. هنا انا كنت حجزت هنا كده بقى الفراخ، وخليته بقى ينضفهم لي. الحين بقى ايه لما اجيب الخضار اللي انا عايزاه. طبعا اللحمه زي ما قلت لكم بقى ايه ديت بقى طبعا يعني اول يوم العيد ان شاء الله. بصوا هنا الفرن كان عليه، بصوا زحمه موت. طبعا الكل ايه قال عشان خاطر العيد والفرن هتقفل وكده، فالكل بيحجز عيش. انا هنا بقى ايه رحت انقي البصل ده. انا ما بكترش من البصل الاحمر قوي لان ايه ما بحبوش كتير يعني في اكلات ينفع تحط فيها بصل احمر وفي اكلات لا. انا بحب البصل الاحمر مثلا احطه في السلطه في بعض من الاكلات، لكن الافضل اللي انا بحبه هو البصل الابيض، فانا جبت من النوعين يعني. بس انا ما كترتش من البصل الاحمر. جبت هنا الليمون هنا كان بيقول الكيلو ب50 جنيه. فجبت نص، ما كترتش برضه عشان ما يبص عندي في درج التلاجة. فانا جبت بس كده نص كيلو الحين ايه اما اجي احتاج تاني يعني. ولكن سعر البصل الاحمر اللي جبته كان 10 جنيه. كان السعر عنده 10 جنيه. هنا بقى كنت بنقي كده الليمون، طبعا كان حاول مني دوشه كتير فكنت بفصل وارجع لكم تاني. بصوا بقى انا مرضتش اكتم الصوت بتاع السوق كده عشان تحسوا معايا ان انتوا موجودين معايا في قلب السوق. فانا مرضتش اقطع الصوت قوي يعني عشان خاطر ايه تبقوا كأنكم معايا في قلب السوق يعني وكده. هنا برضو كنت بنقي الخيار، كان قال الكيلو ب10 جنيه. فلما تيجي تنقي الخيار حاولي ما تنقيش اللي هي الدبلانه، بما انك انت هتحطها في درج التلاجة شويه يعني فتره العيد مثلا اسبوع ولا حاجه. فما تحاوليش تنقي الدبلانه، هتلاقي ناشفه كده ماسكه نفسها شويه عشان تعيش معاك شويه في الدرج. فهنا كان الكيلو كان ب10 جنيه. تمام. برضو هنا كذلك الامر البطاطس هنا كان برضو كان الكيلو كان ب10 جنيه اهوت. برضو سعرها كويس يعني مش غليت يعني ولا حاجه. هنا برضو جبت بقى على قد برضو الاستخدام، ما كترتش قوي عشان برضو ايه ما يبوظوش يعني الحاجه هنا. كان هيعمل يعني تجيبي الحاجه على قد استخدامك ما تكتريش. برضو كده البصل كان ب10 جنيه. البصل بقى الابيض ده بصراحه انا بقى بحبه قوي، فبحب اكتر منه لان انا استخداماتي معظم الاكل من البصل الابيض، لانه بحس ان هو بقى مسكر الاكل عن البصل الاحمر. البصل الاحمر بيبقى فيه حاجات وحاجات. هنا بقى ايه كده دخلت كده عند العطار، قلت اجيب بقى برضو التوابل اللي ناقصاني. انا هنا عملت جرد للتوابل اللي ناقصاني، ما كترتش منها قوي على اساس انا برضو كان لسه باقي عندي توابل، فما تجيبيش حاجات على حاجات يعني عشان ما يبقاش حرام. هنا بقى كنت خلاص بعد ما روحت كده البيت جبت لهم هنا بقى كيلو كده من ترمس عشان ابله بقى كده والحق اعمله يعني. انا كنت عامله لكم قبل كده وصفه الترمس على طريقتي في قلب القناه اللي عايز يعني يشوفها. وجبت برضو هنا برطمان صلصه. وجبت هنا ايه المكرونه، جبت دي مكرونه فرن عشان خاطر نعمل مكرونه بشاميل وكده. فجبت كيسين مكرونه اللي هي الاقلام. وجبت برضو كيسين شعريه لما برضو اعمل البطاطس ولا حاجه، صينيه بطاطس بسله كده يعني يبقى ما عندي الشعريه.
وجبت برضو هنا كده كيسين سباكيتي. وجبت ايه تاني، وجبت برضو كيسين من المكرونه اللي هي المعوجه ديت، بصراحه انا بحبها قوي، فجبت لي برضو منها كده كيسين. انا ماليش في السباكيتي قوي يعني بصراحه، فلما باجي اعمل سباكيتي بقوم عامله كيس كده وكيس كده، كيس من اللي هي المعوجه وكيس من السباكيتي، اللي عايز كده ياكل واللي عايز كده ياكل. جبت له منها برضو فشار كده عشان التسليه بقى، احنا قاعدين كده بقى بالليل بقى نتفرج على اي حاجه بقى حلوه وكده. وجبت برضو هنا كيلو الا ربع من الرز البسمتي. كان الرز البسمتي كان عامل 75 جنيه الكيلو، فجبت كيلو الا ربع. وجبت هنا برضو ربع لوبيا. وهنا جبت ربع فاصوليا. في التوابل بقى جبت هنا كده ب10 جنيه قرفة عدام. وجبت هنا ب20 جنيه فلفل اسمر ناعم. وجبت هنا ب10 بصل بودر. وجبت هنا برضو ب10 قرفة ناعمة. وب10 كمون. وجبت هنا حبايتين جوز الطيب، طبعا انا جايبه بعشرات بعشرات عشان انا البرطمان عندي مفضاش خالص، بس انا جايبه الحين ايه، يعني انا مش بحب التوابل تبقى قاعده عندي فتره طويله. وجبت هنا برضو ب10 توم باودر، وكان الباقي من ال 360 جنيه اداني الكام واحده اللي هم بتوع شوربه الماجي دول. وجبت برضو ب20 جنيه حبهان. دول الحاجات اللي جبتهم من عند العطار. تمام. تعالوا بقى نشوف الكيسه التانيه دي كده فيها ايه. جبت هنا الليمون زي ما قلت لكم، كان الكيلو كان ب50 جنيه. طبعا انا معرفتش اصور عند العطار عشان خاطر كان في ناس وكده، فيعني ايه ما عرفتش ان انا امسك التليفون بقى واصور لكم كده، فقلت لما اروح بقى البيت هبقى اوريكم. جبت هنا كده كيلو ملوخيه، كان الكيلو الملوخيه كان عامل 25 جنيه الكيلو، فجبته كده هقطفه واقوم شايلاه. وجبت هنا ب20 جنيه خضره محشي عشان خاطر لما نيجي نعمل بقى البومبار، فانا هقسم الخضره ديت، خد نصها للبومبار والورق العنب اللي هعمله، والنص التاني برضو للمحاشي اللي هنعملها. كل ده هنشوفه مع بعضنا كده اثناء العيد ان شاء الله، نعيش وكلنا عمر. عايزه اوريكم انا بص الربطه قلت ازاي، بقت عامله ازاي، ما بقاش فيها حاجه خالص، مش زي الاول. الصيف بقى لما بيجي بصراحه الخضره بتبقى وحشه، مش زي خضره الشتاء. برضو الحاجات دي انا هكيسها كده واحطها في الدرج عشان خاطر ايه افضل محافظه عليها اطول وقت يعني. طبعا في حاجات انا صورتها معاكم في اللي انا جبتها، وفي حاجات ما عرفتش اصورها. انا جبت هنا كده بنجر، بحيث برضو انا بحب اضرب البنجر كده مع الطماطم. البنجر مفيد يعني وكده، فبحب اضربه مع الطماطم، منه مفيد ومنه برضو بيحمر لي الطماطم بيخليها حلو. وهنا البطاطس جبتها زي ما انتم شفتوا كده ساعه ما كنت بنقيها. ايه تاني جبناه معانا يا ام حنين؟ شنطه الحاوي اللي مش عايز تخلص دي. جبنا هنا البصل ساعه ما وريت لكم ما كنت بنقيه هناك. زي ما قلت لكم انا ايه بحب اكتر من البصل، الابيض ده او الاحمر، يعني اللي هو الاصفر ده عن الاحمر. تمام. لكن هنا ايه مش مكتره قوي من الاحمر. جبت برضو هنا كده جزر عشان خاطر الشوربه لما اجي نعملها، او لما اجي احط برضو في ارضيه الحله اللي بتاعه المحشي، يعني بقت تنفعني بصراحه، وبحط منه برضو في السلطه. يعني الجزر برضو لا غنى عنه. جبت هنا برضو ورق فويل كده وورق زبده، برضو هينفعوني برضو لما اجي نعمل طواجن وحاجات زي كده. هنشوف برضو مع بعضنا الحاجات اللي احنا هنعملها ايه. الكيسه التانية دي كده جبت كيس بسله، طبعا البسله انا كنت مفرزاها معاكم وكانت خلاص كانت خلصت، فجبت كده كيس كده ايه يمشي الحال كده مؤقتا دلوقتي. وجبت برضو كده هنا ربطتين كده جرجير، بس طبعا دول مش هيقعدوا يعني العيد ولا حاجه، انا جايباها يعني لليومين دول. جبت هنا بقى اللي خدت قلبي. الباميه. الباميه دي عايزه اقول لكم انا مشتاقه لها بطريقه جميله جدا يعني. بص انا بقى ايه، انا مستنيه اعمل طاجن الباميه، متخيل كده وبيطقطق كده قدام مني كده في قلب الفريم كده مع اللحمه يعني، وحاجات ما شاء الله. فريق جري عليه فجبتها، كان الكيلو كان ب 80 جنيه الباميه. الثوم برضو هنا كان الكيلو ب 80 جنيه. انا جبت هنا نص. فلما تيجي تجيبي بقى بقول لكم هنا لما تيجي تجيبي الثوم هاتيها اللي هي ايه الناشفه، ما تجيبهاش اللي هي الطريه، او ايدك تبقى رايحه جايه معاها كده تبقى بايظه مش هتستحمل معاكي. انا هنا ايه بوريكم هنا البصل الاحمر اهوت، انا جبت منه بس ما كترتش منه زي ما قلت لكم عشان انا مش بستخدمه كتير، يعني بحطه مثلا في سلطه مثلا اكله كده. في اكلات ممكن تحطي ينفع تحطي فيها بصل احمر بحطها، لكن معظم الاكل انا بحط البصل الابيض. جبت هنا كده الطماطم دي نصها هضربها كده واعملها صلصه، لان انا مش حابه ان انا اقف في العيد بقى كتير، يعني انا ببقى عايزه الحاجه تبقى جاهزه كده بحيث ان تبقى سريع يعني. جبت طبعا هنا كده بقى العيش، بما ان هيقفلوا بقى عندنا كام يوم، فجبت ايه ب50 جنيه عيش.
جبت هنا برضو الفلفل الالوان ده كان ب50 جنيه، الكيلو منه كان ب50، فانا جبت ايه نص. والفلفل الرومي ده كان ب25 جنيه وهو والحامي، فانا جبت كيلو مشكل. تمام. هنا بقول لكم انا جبت العيش اهوت. خزنوا عيش يا ولاد عشان خاطر لو عندكم الفران بتقفل، حط العيش في الفريزر وطلعيه. يا دوبك مش هياخد منك حاجه، لو سخنتيه في الميكرويف هيطلع زي الاكنك جايباه من الفرن بالظبط. ودي الحاجات انا جبتها هي هتكفينا ان شاء الله للعيد. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وقدرت ان انا اوريكم كده الاجواء عندنا شكلها عامله ازاي. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.